إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم أوسا سبور. في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام سنرى استعداد المنتخب المغربي لمواجهة المنتخب الزامبي في آخر مقابلة ضمن دور المجموعات من كأس إفريقيا المنظمة هنا في المغرب في بلدنا الحبيب. مشاهدينا الكرام، كلنا تفاؤل، كلنا أمل أن المنتخب المغربي يتدارك الأخطاء ديالو، سواء لا من اللاعبين ولا من الطاقم التقني، انه يدارك الاخطاء ديالو ويتجاوزها باش اننا نوصلوا الى نسخة مغربية خالصة لتأدي المستحيل باش انها توصلنا الى نهائي كاس افريقيا. وحنا كان بينا ثقة كجماهير في هاد اللاعبين وفي المدرب انهم قادرين انه يوصلوا بنا الى نهائي كاس افريقيا اذا صححنا من الاخطاء ديالنا، اذا بنينا اللاعب متكامل منسجم. كونوا اكيدين مشاهدين الكرام اننا غادي نوصلوا لنهائي كاس افريقيا وغادي نفوزوا به ان شاء الله تعالى. هذه بعض الاستعدادات المنتخب المغربي للمقابله اللي غادي تكون يوم الاثنين في الملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط. طبعا كلنا ثقه في هذا المنتخب هذا، وحنايا كنشوفوا الجديه وكنشوفوا الصرامه، كنشوفوا ان المنتخب المغربي يوم امس لعب المقابله واليوم يتدرب، عارف شي يدير المنتخب المغربي، وكذلك وليد الركراكي عارف فين باغي يوصل هذا المنتخب المغربي. لنشاهد مشاهدينا الكرام استعداد هذا المنتخب ديالنا طبعا للمقابله يوم الاثنين ان شاء الله. ديالو وغادي نبقاو في الرباط وغادي سنفوز اذا بقينا في هذه اللحظات هذه وبهذا التركيز هذا وبهذا اللوطالون هذا. مشاهدينا الكرام، سنفوز ان شاء الله بكأس افريقيا في النسخه ديال 2025 المنظمه تنظيما رائعا في المغرب.
كان معكم أسا سبور. لا تنسونا من الاشتراك، لا تنسونا من الدعم كي يصلكم جديد. كتبوا لنا في الكومنتيرات تعليق اذا شفتوا شي حاجه ماشي هي هذيك المنتخب وقادرين اننا نتجاوزوها. سلام عليكم.